ما نحبش نكون كالانسان المغتى ذاك، ما لازمني نواجهك بالحقيقه. غدوه ترجعوا تقراو، ويقول ترجعوا مش نرجعوا على خاطر انا اليوم قاعد نصور في 11 سبتمبر. 11 سبتمبر باش يذكرني تاريخ هذا. ولا تو وصلت نوتيفيكاسيون وزاره التربيه تعديلات جديده على بعض الكتب المدرسيه. يا ساتر. دونك اي بعد صيف طويل معبي بالجو والفرحه والخرجات والروعه والفنطه وما كان تكذب على روحك، ما تكونش من جماعه صيف السنه ما عملت شيء، ما خرجتش، ما عملتش جو، ما تفرهدتش. كنا شفنا السوريات تكره. دونك اي بعد ما طبنا بالباهي في الصيف وقايش نرجع نقراو. ويقول صيف جميل على خاطر بمعاييري انا الجو هو كويس تاي مع الاولاد. كان خليت وكفرت واسرفت الفلوس وفندقتهم كويس سيترونات. نعرفش نتوما الناس اللي عايشه كيفاش تعيشوا وتمشيوا لتركيا اسبانيا، ابعد بلاصه وصلت لنا نابل، وهذا كان مشيت صيفت لنابل، مشيت نخت. دونك ان شاء الله يكون تعدي لكم صيف بنين حلو معبي بالفلوس وقيد نرجعوا نقراو. واخيرا بعد كارير ونضال 11 سنه تحصلت على لقب السير محمد امين زخامه، ونسال هنا ترمز العام الجاي باك باك 2025 فور سي. دونك اخترنا الميمز نتاع العوده المدرسيه اللي نشوفهم كل عام ونبارطاجيهم وتضحك عليهم، نقولش عليك تفرج تشوف لي حل، رغم لي حتى شوف لي حل شكون مازال يضحك عليه ابار خالك. انا هنا جاي نحكي مع العقول الراقيه. ان شاء الله تكون تحت في كلاس باهي مع اصحابك، مع الرجله والشبيبه والمجتمع والناس، وكمان في شويه قرايه على خاطر المنافسه، تتنافسوا على المركز الاول يعني. ولهنا عندي مشكله صغيره ما فهمتش علاش كلمه قراي ولا تسبى. يعني وصلنا لمرحله واحد انسان يقرا على روحه ولا. نذكر انا في الاولى ابتدائي وقت اللي جبت 16 معدل روحت ذكيه، عرفت في الكرتون كي يبداو حزينين يغزروا القاعه كي يطبسوا روسهم. روحت سنين كامله كيكه الى يومنا هذا ظهري معوج كان لاحظته. اما من بعد روحت للدار والوالده فرحت بيا وقالت لي 16 باهيه، وانا كان ماشي في بالي 16 نتاع الكلاب والحثاله. اما كبرنا وتعلمنا ونقصوا من واحد الفيسبوك عايشكم تحت في كلاس خايب. مانيش الاداره يا برو، مانيش انا باش نمشي نحولك، نجم تمشي للاداره مطلب. وحتى كان ما نجمش تحول، جوست حاول تأقلم، حاول كيفاش تتعامل معاهم. كان جاو مجبر ولا مفرخ جوست هكا عارف كيف تحكي معاهم، ما تعملش غلطيين وتمشي تتوحد وتعمل فيها كون حزين وملك كلاس تحت فيه. يسالش اعمل معاهم جو وادخل معاهم في الجو، عملها من كل ما تعيش وحدك. ولهنا عندي ميساج السلطات العليا. كراسه 72 ولات ب 5000 واش. استوعبوا معايا الجمله هذه، 5000 واش اللي بالرسمي تصور انت ناس زواوله ما عندهمش فلوس كيف باش يعيشوا. تصور الغسره بنت الكلب باش يعيشوا فيها. يعني انا وانت الحمد لله 5000 ما نحسوهاش برشا، اما ناس اخرين 5000 تعيشهم نهارين. يعني كان انت بو باش تاخذ ادوات لولدك من الصفر، بالكرارس بالستوش بالكتبه بالقلومه بالستيلوات، باش تلعب لك في 250 مينيموم. زاد حكايه اخرى نسيت ما قلتهاش في الفيديو، تو انت يا سي المتقدم سي تكنولوجيا تحب تعمل ترسيم عن بعد هكا ولا ترسيم عن بعد بالانترنت تك من غير ما تقعد ماشي الليسي. علاش كي اسمه ترسيم عن بعد بعد ما نرسم في السيت ب 8600 كفار الوراق هذوكم نمشي نهزم ليسي؟ علاش اسمه عن بعد مال؟ ولهنا عندي شويه مساجات نحب نوصلهم. اولهم الوزاره وثانيا للاساتذه اللي حاولوا ما تنزلوش على الاولياء، حاولوا رخصوا يا بروف الفيزيك كراسه تي بي باش 20000 راه مازلت ما شريتش كراسه تي بي، متذكر عاملين له ظهر لي 19800 ولا حكايه هكا، والاخر ما كملتش اشتراها. وانا القرايه نتاع الكلاس معناها ما فصعتش ولا حكايه، اما هي هذيك هي الكراسه تقعد ياسر فارغه. خلي على التاريخ والجغرافيا والاسلاميه والمواد الاجتماعيه هذوك، اعطيني مره بركه كملت فيها كراسه 48 تاع اسلاميه ولا مدنيه ولا حكايه. دونك كي تصور 24 كافيه بالباهي زاد. في عندما ما تقول له كراسه 48 قول له 24 مثلا، ما تفرصش عليهم نوع كراسه معين ورخفوا على الاولياء شويه. انا عندي 3 صغار ونعرف. والمثال الثالث حاب نوصلوا للتلامذه، انا وانتي ولا ممكن انتي ولي ولا بروف، في حالات الكل تحياتي ليك ما تفرج فيه. بالنسبه للتلامذه استرجل عايشك، ما تمشيش ماما بابا ما نحب كراسه جديده با نحب ساك جديده اصحابي يقعدوا يعايروا فيا. ساكي هذيك اللي تو قدامك نمشي بها ثالث عام تو ستوش المجمل هذاك اللي عنده 4 سنين معايا تو سرقوا لي خويا. اما تصورك انت مادامك تفرج فيا دونك جوك باهي ما عندكش المشاكل هذوك. جوخرز نحب نقولها لي كان عندك كتب نتاع مناول ما حاجتكش بهم جست اعطيهم ولا تبرع بهم للاداره، خاطر كيما قلت لك فما ناس ما تقدرش الجمله راه يمكن 40000 ولا 50000 باش يرتاحوا منها نتاع الكتب راهي باش تفرق معاهم على الاخر. وزيد نعرفك عامل البسيط في حياتكم ماكش ناقص ذنوب، دونك نتصور دعيوة خير تمشي معك ساعه. وثالثا تو السيستم قداش نعم تو قاعدين نسمعوا على السيستم باش يتبدل، كل مره يقولوا حاجه، مره يقولوا باش نوليو نقراو الصباح بركه، مره يقول لك باش نبدلوا لكم كتبة التاريخ والجغرافيا عندهم معلومات عمرهم فوق قداش تو نحن في عام قداش 2023 هكا ولا معلومات عمرهم فوق 20 عام، نصور اكبر من بوك. لا مش اكبر من بوك. اما فهمتوا الفكره، معلومات عندهم اكثر من 20 عام ما تجدوش، يعني لازم اعاده رسك للسيستم الكل. وحاجه اخرى قهرتني نصور ماهيش قهرتك جمله، ما قهرتني على الاخر انه كيفاش الى يومنا هذا مازلنا نرتاحوا في الاحد. البلدان العربيه والاسلاميه الكل يرتاحوا بالجمعه،
كان نحن كي نتابعوا فرنسا نتاحوا بلا حد، بعد يقول لك استقلال ما استقلال، ولكن طلع نتاع جلول قال لك شنو اليوم نقراو بالتابليتات، يولديك الكراسه مش خالطين عليها قالوا تابليتات، مش تابليتات، التواليتات حالتهم لطف. ما اللي فات مشيت عملت حمله نظافه في مدرسه بحاله مش نورمال، كي نقول لك راهو المقعد نتاع التواليت هكا مبقع بالخرا، ما فهمتش كيفاش صار الحكايه، كيفاش خرا من الجنابات ولا رشرش الخرا ما نحبش نخمم في الحكايه ياسر. الطواول حالتهم محليله، الصابورات كل مره تطيح صابوره، الضوء شطره ما يخدمش، وانت تقول لي تابليت يا برو. ولهنا زاد نحب نقول لك اعمل اللي عليك. نعرف ان الظروف خايبه على الاخر، ونعرف ان السيستم خايب على الاخر على الاخر، والفلوس شحه والحاله احا، ونعرف ان الحاجات هذوما ينجموا يوصلوك للحرقه اللي ولات بالرسمي بالجمله. كل نهار نهارين نسمع بواحد نعرفه حرق، ونعرف القرايه في تونس الاكثريه ماهيش توصل. مي جوست حاول، انت عندك مهمه تو انك تنجح روحك، حاول اعملها بكل طرق، قاوم كل الاشرار وكل المصاعب وكل الجو ذاك الكل، ركز في قرايتك، نقص من التلحيس للبنات، بطل دخان، ندخل ترينه، ورد بالك تقص لونتريمون على خاطر القرايه، قرارش تندم عليه على الاخر نوعدك. وي في عالم مليء الفساد والكتاف، كون انت من القله القليله اللي توصل بقدرك، شكون يعرف بالك شي ربي يحلها في وجهك بقرايتك. بلي كان واحد فيكم يقرا سيونس يشوف لنا حل الذبان والناموس، تعوضني هذا خاطر بالرسمي الفيلتوكس اللي يقتل العباد اكثر من يقتل الناموس. وي مامان ما تخسرش الحياة بسوداوية برشا. نعرف اللي انت تكره القراية، ما جوست على خاطر امك وابوك اللي بعثوك بفلوسهم انجح فرحهم، باش من بعد ما توليش تغني دمعة امي مشات خسارة حسيبوا ربي. وي عودة مدرسية سعيدة.